يا عم ادي شاطئ رومل في الشتاء. معلومه لازم نقولها لك عن شاطئ رومل. لما تيجي شاطئ رومل احنا جبنا الطاقيه اهي، الراكور بتاعنا. يا غاليه يا غاليه، انت هتموتني ولا ايه؟ مساكم سعيد جميعا. احنا النهارده في الشتاء والجو شويه برد حبتين، ولو شايفين كده دي بقايا المطر اللي كانت موجوده امبارح والنهارده الفجر. انا بقى حابب اصور لكم مطروح في الشتاء او دلوقتي شكلها ازاي. هنعدي على كام شاطئ كده من الشواطئ اللي كلكم ليكوا فيها ذكريات حلوه، زي رومل وشاطئ مطروح العام والهنا والفيروز والاماكن دي كلها. وهنعدي على نصر بتاع اللب، وكمان نشوف لكم ونعرفكم برضو صبح العطار بتاع العطاره بتاعت مطروح. هنديكم شويه معالم او شويه معلومات حلوه عن مطروح، عن اكتر اماكن هنا الناس بتزورها وكمان مشهوره، ونشوف شكلها ايه في الشتاء. يلا بينا. يكون بقى معانا مين في الجوله دي؟ جو. ازيك يا جو؟ اهلا وسهلا. عامل ايه؟ ازيك يا مهندس؟ اخبار مطروح في الشتاء على حسك؟ زي العسل. صح كده؟ انت الوحيد اللي مشتي عشان ما تاخدش دور. اكيد. صح كده؟ لا انا كنت ناوي اطلع بالموتوسيكل وفي الاخر طلعنا بقى. الحمد لله الحمد لله، عشان برضو نحفظ كرامتنا شويه من المطره اللي موجوده دي. هتودينا فين؟ رومل. هنبدا على رومل. يلا بينا نروح نشوف رومل في الشتاء شكله ايه. يلا بص الناس اللي بتصلح اهو بتاخد الميه. عيني عربيات عمليات النصح بيشيلوا الميه بتاعه المطر من بيفتحوا بيسيروا البلاعات بتاعه صرف المطر. هنا الصراحه انا عايز اشيد حاجه لشركه الميه في الشتاء، عامله شغل جبار. وفي الصيف ما بتجيبش ميه، بس الصراحه برضك الحق يقال هي في الشتاء بتسلك البلاعات والكلام ده جبار جدا. وعندنا مشكله المطر. هي شركه الشرب والصرف الصحي. الصرف الصحي زي الفل كقطاع ده تمام، ده فوق الممتاز. بس الشرب ما فيش. بالنسبه للامطار الشديده بتاعت مطروح، لا هي الصراحه عامله دورها وشويه كمان. حلاوه يا ولا. يلا بينا نشوف شاطئ رومل شكله ايه. يلا بينا. في شاطئ رومل اهو في الشتاء. طبعا كل حاجه، المطر والهواء والريح بيدمر اي حاجه. الحاجات دي قبل الصيف بتلاقوها حلوه. والشاطئ اهو من الداخل. هنبدا ندخل ونتفرج. تقولش صيف، يوم من ايام الصيف. ميه انت عارف بقى، انا عايزك تخش جوه عند اللاجون، الماء البيضاء بقى جوه. احلى لاجونه صح. اللاجون اللي جوه بتاعت الميه البيضاء. انت الافيه بتاعك الجديد بتاع السنه دي احلى اي حاجه. صح، انا حلاوه ولا، وانت مثلا احلى لاجون، احلى ميه، احلى موندي، احلى بحر. صح كده؟ صح كده. مسكت الافيه بتاعك انا بتاع الصيف اللي جاي. حلاوه يا ولا، يا عيني يا عيني يا عيني. شاطئ رومل ده ليه قصه وتاريخ، وليه اتسمى بالاسم دوت؟ لان هنا في متحف بتاع رومل، او كان المكتب بتاعه كان موجود قبل الشاطئ. ممكن ناس كتيره جدا ما تعرفوش. المتحف ده متاح للزياره في طول فتره الصيف والشتاء، لانه تبع هيئه الاثار، فبتلاقيه مفتوح، تدفع التيكت بتاعك وتخش وتزوره. متحف رومل من المتاحف المهمه لك في التاريخ، لان احنا كانوا موجودين عندنا هنا في مطروح لفتره مش قليله. وكمان اغلب المنطقه دي اتسميت على اسمهم كمتحف رومل، او كمان هتلاقي عندنا مربع اسمه مربع الانجليز. الاماكن دي كلها، ويعتبر تقسيم مطروح القديم قوي بتاعهم، يعني يعتبر الخريطه هم اللي ايه رسمنا هنا. لذا تلاقي كل شوارع مطروح، كل الشوارع بتودي لكل الاماكن، معموله زي طرنشات البيتزا مثلا او الجاتو، كلها بتودي في نفس المكان. وهتلاقي البلد تحت او المركز بتاعنا او الداون تاون شوارع واسعه وكبيره والحاجات دي كلها. وطبعا رومل هنا كان موجود في المتحف، او مش المتحف، المكتب بتاعه، اللي هو المكتب اللي ايه ده كان في شماس يا جو. ده بتوع رخص الشماس لسه ما مشيوش، ده لسه بيمشوا. حلاوه. يلا بينا نشوف ايه اللي حصل في رومل. يلا بينا. شاطئ رومل اهو، الميه الكريستال الحلوه، بس هي النهارده بس معكره شويه، مودها مش رايق. ليه بقى؟ واحد يقول لي ليه ميه البحر في رومل في الشتاء معكره او مودها مش رايق؟ علشان خلاص عوامل الصيف خلاص بتمشي. كان لسه والله شايف في شماسي هناك اهي، خلاص اهو. وهنا خلاص الرخص اللي هنا كلها اتشالت اهي، حتى الرخص اللي هناك اتشالت واللي هناك اتشالت. ما عادش فيه اي عوامل الحياه هنا موجوده. بس يا عم ادي شاطئ رومل في الشتاء. معلومه لازم نقولها لك عن شاطئ رومل. لما تيجي شاطئ رومل احنا دايما ما بفضلش ان الناس تقعد هناك الناحيه الثانيه، او ما تخش شاطئ على ايدك الشمال. لا، انا بقول لك امشي على طول. ادي البابا اهي، تمشي على طول
لحد ما تيجي تقعد في الحته اللي في وشك دي هنا اهو اهي، لان دي بتبقى واخده من البحر المفتوح هناك، فبتبقى ميتها كريستال، حتى اليخوت بتلاقيها قدامك هنا. الناحيه التانيه دي في وش مرسى الصيادين اهي، شايفها مفيش فرق، هو لسان بس اللي فارق بين الاثنين. هتلاقي هنا ميه كريستال وهنا ميه يعني حلوه برضه، حلاوه يا ولد. دلوقتي حد هيقول لي المكان حاليا متبهدل لاسباب عده. اولا في اعمال صيانه بتتم في رومل كبيره جدا، احنا ما نعرفهاش ايه اللي بيحصل، مش عارفين. كمان الرخص الشماسي بتبدا تتشال من هنا، فهتلاقي الدنيا شويه انا عايز اقول حاجه متدربكة. قول. انا عايزك تروح الحته دي وتبص عليها، ما تقولش هناك هنا وهنا. طب عشان قدام بيتكم يعني؟ لا مش قدام بيتنا. انا كل مشكلتي فيها اني بحس ان الطمي بتاع الرمله بتاعتها تحت بتحس ان هي مرطبه، او بتحس عامله زي الطمي كده او مرطبه. مرطبه منديه كده. ايوه تحت الميه منديه. ما بحسش ان هي رمله، يعني بحس ان فيها مزلوق. مزلوق صح كده؟ لا انا ما حسيتش هذا الاحساس قبل. بس هي حلوه، احنا اتعلمنا فيها العوم، احنا كنا بنعديها من الناحيه الثانيه عشان جو ساكن الناحيه دي من المكان ده وقريب للشاطئ ده قوي. يلا يا جو، يلا يا جو. ده انا عايز اقول لك ان دي النهارده طول ما البحر عالي هتلاقي دي بيضه بقى، هتلاقيها بيضه. بص يا عم عامله ازاي، بسم الله ما شاء الله. بص هنا دي، عارف دلوقتي بتفكرني بايه؟ بتفكرني برومل في الصيف، بيبقى ابيض كده كريستال كده. ودي بتبقى كده خلي بالك في الصيف. وفي الصيف برضو بتبقى كده، بس هنا بيبقى فيه زحمه قوي. ليه؟ بيبقى فيه ناس من هناك بتعوم وفي ناس من هنا بتعوم، فانت عامل زي ايه؟ معلش بس هنا حلوه للاطفال، جامده جدا. هو عامه منطقه رومل كلها من هنا انا اقدر اقول لك هتنزل هنا، ما خلاص انزل في باب البحر، ما تجيش انا مش مثلا من باب البحر واجي اعوم هنا، صح كده؟ باشا لازم بص، قال لك الشيخ البعيد سره باتع، هنا لازم اللي هناك يجي هنا واللي هناك واللي هنا يروح هناك. دي حقيقه بس متابعنا احنا لازم يكون مميز حبتين، يبقى عارف التركايه في كل حته. مفيش مشكله نقول له تركايه، بس برضك نقول له برضك لازم مثلا الشعب يتقال في كل حاجه. حلاوه يا ولد. صحيح. يلا بينا. ادينا فين دلوقتي يا جو؟ احنا دلوقتي هنروح الفيروز باب البحر. ايوه صورهم من فوق من فتحه العربيه. ماشي. وبعد كده نروح شط الهنا وشط العام. يلا بينا. يلا بينا. نبدا بقى نتجول في باب البحر ونشوف. ادي طبعا منطقه باب البحر كامله من هنا اهي، وخلاص يعني لا في رخص لا شماسي ولا كراسي، والبحر خلاص بقى هادي. في اوقات كتير جدا احنا بنقول عليها في فتره الشتاء بيبقى الجو حلو فيها، شمس طالعه زي دلوقتي كده بعد يوم حافل من الامطار مثلا او ليله حافله من الامطار، بتلاقي بقى الدنيا حلوه خالص خالص خالص. يعني زي ما انتم شايفين كده الجو النهارده مشمس، واعتقد ممكن تلاقي الميه دافيه، بس مش هتلاقي عوامل الحياه على البحر ولا هتلاقي المصيفين، لان خلاص يعني في عنده دراسه. ممكن تلاقي بعض الناس اللي بتتمشى، كمان بتلاقي بعض من الطلبه بعد المدرسه او الناس اللي بتخرج بدري ممكن يتمشوا على البحر كنوع من انواع التسليه والوصول للمنزل. يعني هنا ده دخلنا باب البحر، شاطئ الجزيره اللي قدامنا ده على طول شاطئ الجزيره اهو، ونخش بعد كده على منطقه الفيروز، هي اللي جايه دي على طول اهي. فيروز باب البحر الاثنين في حته واحده مع بعض. عندك بقى دي كافيتيريا الكرم اهي، من الكافيتريات اللي يعني الشاطئ على اسمها، يعني من زمان وهي موجوده في هذا المكان. ادي شاطئ كافيتيريا الكرم اهو. كمان هنبدا نخش هنا بقى حيز الفيروز بقى. على فكره الفيروز يعني حته صغيره قوي، بس هو المنطقه اتشهرت على اسمه لانه من اقدم الفنادق اللي موجوده هنا يعني. واللي قدامه برضو اسمه شاطئ الفيروز اهو. كان في حد جوه الشاطئ ده بيحجز تذاكر يخت على اسمي، ما كنتش اعرفه خالص، جيت عملت معاه طبعا مشكله انه منتحل شخصيتي ووظيفتي، ويقول الناس تروح هناك ما تلاقينيش. هنا عندك الجزء الاذاعه بقى، هنا بقى في ميه كبيره بقى هنا هنعوم فيها بقى. هتلاقي دي شاطئ اسمه شاطئ البجعه. منطقه الفيروز فيها مجموعه من الشواطئ كبيره مش صغيره، وليها اسماء كتيره جدا، بجع والنورس الفيروز
نخيل ألف وب، بسنت ألف وب، باب البحر، كتير جدا. تقريبا منطقة باب البحر فيها كام شاطئ يا جوزيف؟ 10 ولا 12؟ تقريبا في الحدود دي من 10 ل 12 شاطئ موجودين في منطقة باب البحر. يعني الشاطئ ده مثلا هنلاقي اسمه النورس. وبعد كده هنبدأ نوصل لكوبري رومل. ادي كوبري رومل هناك اهو، وادي الكوبري زي ما انتم شايفينه. وكمان احنا كنا عنده من الناحية التانية عند الشاطئ. هنا بقى هتلاقي جميع الشواطئ حلوة خالص وهادية ورايقة كمان اهي. حلاوة يا ولد. جبنا لكم جولة على منطقة باب البحر بقى. تعالوا بقى نبدأ نشوف شاطئ مطروح العام والهنا شكلهم ايه. يلا بينا بقى. ده شاطئ مطروح العام بقى اهو. كان اسمه شاطئ مبارك، وكان دي وحدة اسعاف شاطئ مبارك. هتلاقي الكلمة متشالة، وهنا ده كان اسمه شاطئ مبارك. في ناس لازالت على نفس الاسم، وفي ناس خدته على المسمى الجديد بتاعه. دي طبعا دخلت الشاطئ. هتلاقي بقى منظر البحر والهواء والميه، حاجه حلوه خالص. بقى هتلاقي هدوء، يعني تحسوا يوم من ايام الصيف شويه الموجه اللي فيه. بس دلوقتي هتلاقي فيه ريح شويه، ممكن يبقى ريح شرقي ريح غربي، فما تلاقيش البحر فيه موجه. ناس كتير جدا اعتقد ان هي جات ونزلت هنا في اوقات فيها موجه زي كده. والشاطئ ده انا كل السنه اجي لازم الاقي فيه ناس في الميه، يعني في ناس هناك اهو تنزل وبتعوم والدنيا زي الفل معاها، مفيش ادنى اي مشكله. دي هنا اثر من الاثار اللي موجوده في مطروح، بتظهر في الشتاء، ان في الصيف بتبقى غرقانه رمله يعني. خلاص انا عاوز اقول حاجه. قول بقى. شط العام ده ايوه او شط مبارك. أيوة. اول شط انزل فيه في مطروح وانا طفل. حلاوة. اول ميه المسها هو الشط ده. يا عيني، عشان جنب بيتكم. لا ما كانش جنب بيتنا، كنا ساكنين بعيد شويه. يعني بتمشي له حبه مش كتار. يعني بتاع 500 600 متر. احنا عندنا دي حبه كتار. شفت 500 600 متر دول حبه كتار. دول شارع من شوارع القاهره. انا عاجبني المربع ده. كنت يعني تحس انه كان ايام معسكرات الشاطئ زمان لو تفتكر. لا دي حديثه جدا. لا حديثه ليه؟ ايه اللي جابها هنا؟ ما اعرفش. عمرها ما تبقى حديثه. شوف بقى هدوء وروقان. هنا ده الشاطئ العام اللي قدامك، اللي هناك ده اللي عنده المراكب شاطئ الهنا اللي انتوا شايفينه هناك ده اهو. ده كده شاطئ الهنا اهو. الاثنين جنب بعض، يعني الاحداثيات مش بعيده يعني. اهو ده كده ادي الشاطئ العام وشاطئ الهنا في فتره الشتاء، وجوزيف برضو في الشتاء. بسم الله ما شاء الله، مشت يعني. حلاوه يا ولا. دينا فين؟ اوديكم كورنيش الأبيض الجديد، وهنفوت على شط على العوام والبوسيل. صح كده؟ صح كده. هنصورهم برضو من فتحة السقف. يلا بينا. لو تفتكروه الناس اللي بتيجي هنا كان بيكون في العجل بقى والبيتش باجي في فترة الصيف. بعض المحلات او الاكشاك اللي بتلاقيها موجودة على جناب الطريق. قدامكم اهو دي مدرسة بيتمشوا على الكورنيش. ده لا بعد كده مفيش تاني. ده بقى ده الجزء بتاع اللي هو شاليهات عروس البحر اللي كانت ادارتها موجودة مع جو السنة اللي فاتت. وهنا بقى هتلاقي مجموعة من الكافيتريات الموجودة على البحر. هنا ما بيكونش فيه شواطئ كتيرة قوي في المربع ده، بيبقى اخرك شاطئ مطروح العام والهنا. ممكن بقى تلاقي اللي هو شاطئ العوام قدام، او الشواطئ الخاصة بتاعة البوسيت اللي موجودة على جناب الشاطئ. لكن زي ما انتم شايفين كده ادي الشاطئ، ادي هنا دي منطقة بقى فتح الله. المنطقة دي جو بتبقى عليها اقبال صيف شتاء، صح كده؟ لان التسوق كله منها.
بنقدر نسميها كده الداون تاون بتاعتنا. ممكن فيها كل حاجة من عوامل التسلية أو الخروج أو الفسح أو التنزهات. كمان هاب مطروح ده شغال صيف شتاء، بعض المحلات برضو اللي فيه، والهاب نفسه ككافيه شغال صيف شتاء مش بيقفل. ماكدونالدز خلاص قفل هنا، وكي اف سي كمان قفل، وان شاء الله على طول. اغلب المحلات اللي هي العالميه قفلت في مطروح، فمش هتلاقي محلات في مطروح كتير شغاله على البحر او خط البحر عامه. لكن في عندنا مثلا البيك شغال صيف شتاء، ما عندوش ادنى اي مشكله خالص. مسرح الشاطئ، عمرك حضرت حفله في مسرح الشاطئ يا جو زمان؟ حضرت كتير قوي. هنا مسرح الشاطئ. ايوه، كان مين بقى اللي بيقول كده؟ كان المذيع، كان جايبين المذيع عسول خالص، كان على طول صوته منبه، قعد سنين طويله يعني يقول لك هنا مسرح الشاطئ. كنت يعني عايزك تفتكر لي اسم مطرب من المطربين اللي جيت حضرت له حفله في مسرح الشاطئ. باشا طبعا اسمه ده سلومه. ايوه، سلومه ده كان حاجه جميله جدا. كان في اللي هو اللي توفى ده اسمه سمير ايه؟ لا مش فاكر، لا ما جاش. هو كان سلومه على طول يوميا، وكان ساعات بيجي سعد العبيدي. وسعد العبيدي ده يعني كانت كلها اغاني من مطروح وعن مطروح. صح كده؟ وسعد العبيدي ده من الاصوات الجميله جدا، انا بحبها لان هو بيغني فولكلور مطروح كويس جدا، والى جانب برضه بيغني للست ام كلثوم واي الميدان ده اسمه ايه يا جوزيف؟ مش عارف. ميدان الغزاله يا جوزيف، انا اللي هقول لك. ميدان الغزاله. شوف بقى، ادي نبدا نخش على مسجد العوام بقى يا جماعه، اللي هتلاقوه على ايدينا الشمال دلوقتي اهو، قبل نجريسكو وقبل كمان حتى البيك. ده مسجد العوام خلاص. وجنبيه هتلاقي قصاده على طول شاطئ اسمه شاطئ العوام، حته كده رخصه يعني مش كبيره بس برضو حلوه وجميله يعني. وادي البيك اهو. ده شكل البيك قفل يا جوزيف في الشتاء، زعلت خالص والله. معلش، وانت نبرت فيها قعدت تقول البيك ده هو قفل. ادي كمان شاطئ الليدو والمربع بتاع البوسيت. جوزيف الجزء اللي هناك ده اللي هو مسمى مربع البوسيت، الجزء اللي احنا فيه ده هم مسمينه مربع البوسيت، لكن اسمه الحقيقي ايه؟ مش عارف. الليدو. عماير الليدو فين؟ تقريبا هنا صح؟ والبوسيت يبدا من عند فندق جيول كده. لا الليدو الليدو يا باشا العماير اللي هي قديمه، اللي عملها على ايام ما في الليدو القديم وفي الليدو الجديد. رئيس السادات عامل عماير تركيبات اللي هي بتجيب خرسانه مسبقه التجهيز، وبيجي هنا جاي على عربيات كبيره وونش يقعد يركب كده المكعبات، تبقى عماره في 3 ايام جاهزه للسكنه كده بقى. ده الطريق اللي هيودينا على الأبيض، كورنيش الأبيض الجديد، صح كده؟ ودي احنا ملاحظين حبه اشغال من الاجانب، يعني بدانا نشوف بعض من الاجانب اللي بدات تيجي لمطروح في الاوقات دي. خلاص، احنا مش بنشوف منهم ناس في البحر، ممكن يكونوا بينزلوا في الشواطئ الخاصه ويبداوا يروحوا المزارات اللي كل الناس بتروحها، زي ما احنا رحنا مثلا من شويه شاطئ رومل والشواطئ شاطئ مطروح العام والاماكن دي كلها. دي حاجه حلوه وبشاير حلوه ان هيكون في مثلا فتره الشتاء يكون في امل ان يكون في اقبال من الاجانب، او في تنشيط من هيئه السياحه ان يكون في اقبال من الاجانب على مطروح في فتره الشتاء. دي حاجه تفرحنا، نتمنى تكمل وتكبر وتبقى حاجه حلوه خالص. نبدا نروح نشوف كورنيش الأبيض الجديد، وده برضو هجيب لكم جوله حلوه وسريعه من فتحه السقف، لانه 8 كيلو لو قدرنا نتمشاه مش هنخلصه في يومين. يلا بينا. احنا كده عند دخلة كورنيش الأبيض الجديد اهي، ماشي. دي دخلة الكورنيش، وده كده يبقى كورنيش الأبيض الجديد زي ما انتم شايفينه كده. كورنيش الأبيض الجديد. في هنا مكان اسمه عقر الخادم، كان اول اكتشافاتنا وما كانش ليه اسم، كنا مسمينه وادي موندي، هتلاقيه على اللوكيشن
دعاء الخادم او وادي موندي، او هتلاقي فيديوهاته متسجله بالاسم ده، هتلاقي عامه معلومات كتير عنه. مكان حلو قوي للتصوير موجود في المنطقه دي. ادي البحر اهو. المكان هنا اهو موجود فيه الحته دي في النازله دي، هنبقى نحط لكم لينك ليه اهو. المكان ده حلو خالص وجميل ويعجبكم، وانا بحب وافضله افضل من كليوباترا كمان. تحفه جدا المكان ده. انا عندكم دي بورتو مطروح، غني عن التعريف. خلاص، في عندك بقى الجزء ده بقى كله اهو. شوف بقى الحته دي عامله ازاي. ادي البحر، وادي كورنيش الأبيض الجديد كله. طبعا 8 كيلو من الشواطئ كانت بتكون في فترة الصيف فيها إشغال كامل، ولكن في فترة الشتاء زي ما انتم شايفينها لا يوجد استغلال لهذه الأماكن، يعني عوامل الشتاء والحاجات دي كلها، وما عندناش مشاريع أو نشاطات لسه نقدر نستغل فيها المنطقة دي أو الكورنيش في هذا التوقيت يعني. ادي كورنيش الأبيض الجديد. يوسف هيموتنا اهو. نحاول ندخل جوه السيارة عشان الهواء ما يضايقش الصوت، ونجيب الكورنيش، بس مش جايب لنا البحر فهنضطر نطلع تاني. الطاقية الحمد لله طاقيتي طارت من شدة الهواء، هنرجع نجيبها ونكمل الفيديو بتاعنا. جبنا الطاقية اهي، الراكور بتاعنا. يا غالية يا غالية، انت هتموتني ولا ايه؟ ينفع موندي من غير الكاسكيتة دي؟ لا ما ينفعش. صح كده؟ كان اللوجو هيضيع. صح كده. حلاوة يا ولد. يلا بينا نكمل. دي الكورنيش الأبيض الجديد اهو. لا حل حلو عشان اتجاه الهوا يبقى كده تمام اوي يا ولد. منظر البحر بقى اهو. هنكمل. نحاول نبعد شوية عن المطبات. كورنيش الأبيض الجديد، 8 كيلو من الشواطئ الجديدة اللي حتى الآن في فترة الصيف برضو ما بيتمش الاستغلال أو الاستفادة منه بشكل كامل لأسباب كتيرة. يعني هو بيكون فيه شواطئ وشماسي وكراسي، لكن أنا شايفه إن يصلح مثلا في فترة المساء أو بالليل للعجل مثلا، بيتش باجي، يعني لسه مفيش مواصلات ولا في حياة مثلا في الجنب التاني بتاعي، يعني مفيش عربيات هتجيله كتيرة، فممكن العجل هنا يمشي بأمان والبيتش باجي برضو يمشي بأمان، وتبقى الدنيا بتاعته حلوة وجميلة ورايقة، وتعمل له طفطف كده ياخد الناس من أول الكورنيش لحد آخره، يبقى حاجة حلوة لما تمشي 8 كيلو بالطفطف، هتديك انطباع حلو قوي عن مطروح. وبرضو في الفترة الصباحية بنلاقي بتوع الشماسي والكراسي هنا بيقفلوا الطريق بشكل بيقفل الطريق خالص. لما يكون فيه استغلال تام للمكان، بدل ما يقفلوا الطريق هيلاقوا مشروع او حاجة يقدروا يعملوها
تجيب لهم دخل اضافي فوق الدخل بتاع الشماسي والكراسي والحاجات دي كلها. اهي الموضوع كله بيحتاج شويه تشجيع بساط، والتشجيع دوت هيبدا يعمل عمليه ازدهار للكورنيش دوت. من اول ما بدا الكورنيش دوت وانا قلت عليه كنز مطروح المدفون، اللي لسه لحد دلوقتي محدش عارف يستغله بشكل كويس. زي ما انتم شايفين مكان الشماسي والكراسي خلاص لم يعد للمصيف حياه ولا شيء ولا اي حاجه، حلاوه يا ولد. نكتفي بهذا القدر من كورنيش الأبيض لانه كله بحر واحد، ونبدا بقى نروح شارع اسكندريه ونشوف هنشوف فيه ايه. يلا بينا لشارع اسكندريه زي ما انتوا شايفينه كده بكامل اناقته اهو. ده شارع اسكندريه اهو، على شمالك كده بتلاقي المستشفى العام، وعلى يمينك بتلاقي مجموعه من المحلات، وهنا ده يعتبر الميدان اول شارع اسكندريه. انا طبعا واحد من الناس اللي بنصح الناس لو حصل معاه اي حد تعب ولا اي حاجه ما يروحش على اي مستشفى في مطروح غير المستشفى العام. انا واحد من عشاق المستشفى دي، انا والدي مريض قلب ومتابع في المستشفى دي من زمان. هنيجي هنا بقى نكمل شارع اسكندريه زي ما انتم شايفينه كده. على الجنبين عندك المحلات موجوده وشغاله، هتلاقي العربيات مصطفى. طبعا فتره الصيف ما بتلاقيش الاصطفاف ده. شارع اسكندريه من الشوارع اللي بتكون شغاله صيف شتاء، بيكون عليها اقبال صيف وشتاء. اغلب الناس هنا بنشتري اكلنا وشربنا وملابسنا الحاجات دي كلها من البلد، فالبلد عندنا هنا بيقول لك شارع اسكندريه، لان بتلاقي بقى الفراخ عنده الشارع الموازي ليه. الشوارع الموازيه لشارع اسكندريه بيكون مثلا بتوع الفراخ، بتوع اللحمه، سوق الخضار، الحاجات دي كلها. برضه فتح الله اخر شارع اسكندريه شمال الاماكن دي كلها. طبعا انت عندك في المنطقه دي زي ما احنا شايفين كده هنا دي صيدليه فرغالي. طب صيدليه فرغالي دي موجوده فين يا جو؟ على ناصيه شارع عالم الروم. اهي دي صيدليه فرغالي. عالم الروم شارع من الشوارع التجاريه الاساسيه وشريان حياه اساسي لمطروح، بنقدر نقول عليه المتنفذ، يعني هو في مدخل الشرق المطروح، في برضه مجموعه من الشواطئ، شارع من الشوارع المهمه، وبرضه في نصر بتاع لب الاصلي مش اي محمصات تانيه. هنكمل شارع اسكندريه وناخد بقى نختم لكم هذا اللقاء، ونستناكم في الصيف 2024 اللي جاي ده ان شاء الله. طبعا شارع اسكندريه زي ما انتم شايفينه كده محلات على الجنبين يمين وشمال كلها شغاله، ما فيش فيهم حاجه بتقفل في فتره الشتاء، كلها شغاله ما فيش حاجه فيهم قافله، لا الاكل ولا الشرب ولا اي حاجه. الحاجات بس اللي بتقفل فتره الشتاء اللي فاتحه على البحر فقط لا غير، لكن فتره الشتاء شارع اسكندريه شغال كله ما فيش فيه اي حاجه قافله زي ما انتم شايفينه كده، كامل من كله مش ناقصه حاجه. وبينتهي عند الميدان اللي فيه الشاشه الكبيره اللي هناك دي، ما اعرفش الشاشه ايه اللي حصل لها بقى مكانها يافطه بس، ولكن بيكون هنا في شاشه موجوده في شارع اسكندريه. اسكندريه طبعا جدا عارفها، وفي طبعا حديقه غزاله هناك دي من الحدائق الجميله جدا اللي انا بفضلها للاطفال والكبار كمان. لحد هنا بتكون جولتنا عن مطروح في الشتاء خلصت. شكرا يا جو. عفوا. ومنتظرينكم كلكم في صيف 2024 داخل محافظه مطروح. اي حد عنده اي معلومات اي استفسار عن محافظه مطروح درسنا في التعليقات، وينتظروا مننا برضو في نبدا عروض الصيف بتاعتنا تبدا من شهر 4. الناس اللي حابه تحجز في المصايف بتاعتنا هنبدا من شهر 4. هننزل عماره جو، وكمان هتنزل عماره عندي، وكمان عماره جو فيها مفاجاه حلوه قوي ان هو هيحط او مش هيحط، هو اوريدي عمل الكلام ده وفي فيديو هنزله لكم عنه. عامل ميه شرب، عمل حنفيات ميه شرب فلاتر جوه العماره، عمل فلتر كبير وبيشرب منه الناس كلها، يعني مش هيبقى عندك ازمه كل شقه فيها حنفيه فلتر في المطبخ، يعني لما تسكن عنده مش هيبقى عندك مشكله في ميه الشرب. ان شاء الله انا ماشي في الموضوع دوت، بس ممكن اوسعه شويه واعمله من الحنفيه، ولكن ربنا يقدرنا على فعل الخير، وان شاء الله نشوفكم في الصيف اللي جاي. اشكركم جدا، معكم موندي وجو مطروح. وين مع السلامه. مين حلاوه ولا حلاوه حلاوه.